السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. سؤال دايمًا بنتسأله، هو أنا ابني محتاج تعديل سلوك؟ إمتى أقدر أقول ابني محتاج تعديل سلوك والّا لأ؟ إحنا طبعًا اتكلمنا عن المشاكل الأسرية، واتكلمنا عن المشاكل السلوكية عند الأطفال، واكتشفنا إن في مشاكل كتير بيكون سببها أصلًا تربية غلط. تربية غلط هي اللي أثّرت على سلوك الطفل. طفل عنيف فده إنه بيتعرّض للضرب، فهو بالتالي بيفرّغ طاقته في الأضعف منه. كدب، بيتعرّض لعقاب شديد، بيتحرّم كتير، عارف إن هو لو قال الحقيقة هينضرب مثلًا أو هيتعاقب جامد فبيكدب، ونقيس على كده كل السلوكيات الغلط عند الأولاد. يبقى إحنا دايمًا في جلسات تعديل السلوك بنقول هو الطفل محتاج تعديل سلوك بس لوحده والّا الأهل كمان محتاجين إرشاد أسري عشان يعرفوا هُم بيعاملوا أولادهم صح والّا غلط؟ فبنيجي من هنا بقى ونقول لازم بنيجي وبنسمع كل حاجة وبمنتهى الأمانة وبمنتهى المصداقية عشان نقف وقفة كده، هل الطفل دوّة محتاج فعلًا تعديل سلوك؟ الطفل لغاية سن الحضانة وقبل ما يخرج للعالم هو عالمه كله بيبقى محيطه الأب والأم وأهله اللي حواليه، تمام؟ كل الصفات اللي هو بيكتسبها في الغالب بيكتسبها منهم وبتشبعها منهم هم، ففي الغالب في الفترة ديّة وقبل ما يخرج ويروح مش هنقول كمان الحضانة، برضه الحضانة تأثيرها ما بيكونش قوي أوي زي المدرسة، وأول ما يكوّن بقى أصحاب وكل صديق بيبقى له شخصية غير التاني. الفترة اللي هي في قبل دخول المدرسة دي بيبقى الاعتماد كله على إرشاد أسري للأهل إزاي تتعاملوا مع الطفل، مجرد أصلًا ما الأهل بيغيّروا طريقة تربيتهم للأولاد، الطفل السلوك اللي عنده في الغالب بيتعدل أصلًا، تمام، لكن بقى بعد ما بيدخل بقى المدرسة ويبدأ يحتك بأطفال من بيئات مختلفة بشخصيات مختلفة، من هنا بنبدأ بقى الطفل هو اللي فعلًا أوقات بيحتاج تعديل سلوك، وعشان هو كمان يعرف يتعامل مع اللي حواليه إزاي. يبقى محتاج تعديل سلوك والّا إحنا محتاجين إرشاد أسري، يبقى محتاجين بقى أخصائي نفسي نتكلم معاه يدّينا إرشادات أسرية ويشوف الطفل هل ده حاجة أخدها بطريقة إحنا عملناها غلط والّا حاجة اكتسبها بالمرّة ومحتاج فعلًا إن هو يغيّرها. أتمنى أكون أفدتكم ونصلي على النبي وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.